كلنا عارفين لعبة 1 اكس بت، بس الأغلب مفكرينها لعبة زي أي لعبة. 1 اكس بت أغلب الناس بيسوق لها على إنها ربح سريع، بس الحقيقة غير كده خالص. دي قمار إلكتروني ومش مجرد خسارة فلوس. عد معايا كده، بتخسرك إيه؟ بتخسرك فلوس، بتخسرك أهلك، بتخسرك دينك، بتخسرك شغلك، بتخسرك حياتك، بتخسرك صحتك. 1 اكس بت مش مجرد رصيد بيتجمع، دي بلاء بيدخل على أي واحد بيلعبها. في الأول كده كده هتكسبك وهتحس إنك محظوظ، بس لما هتتعلق بتقعد تدور على التعويض، والمرة الجاية هتخسرك أكتر. اللعبة دي بسببها ممكن تفقد نومك وتركيزك في شغلك، وبتدخلك في مشاكل مع أهلك، وبعض الناس بتوصل لإدمان وديون. وناس أنا عارفهم شخصيا بسبب اللعبة دي حياتهم كلها اتدمرت. ومش بعيد تخليك تسرق عشان بس تشحن في اللعبة عشان تعوض خسارتك. وده غير طبعا ان القانون بيشوفها مؤامره الكترونيه، والمسؤوليه موجوده. قبل اي حاجه، قبل ما تفكر ان انت تجمع فلوس من اللعبه دي في الدنيا، فكر في الاخره، فكر في ربنا. اختار تطور من نفسك بدل المغامره دي. روح اتعلم حاجه مفيده تدخلك فلوس بالحلال، روح اتعلم صنعه، اتعلم حاجه الكتروني تدخلك اي فلوس بالحلال. لو حد حابب يساعدك تبطل، اطلب المساعده، مش عيب. ما تدخلش المصيده دي. 1 اكس بت مش فلوس بتتجمع، دي فخ كبير اوعى تقع فيه. اعمل لايك وفولو، يمكن تنقذ غيرك. سلام.